الجنيه المصري بيستقر أمام الدولار الأمريكي وبيوصل ل 52 جنيه و70 قرش في البنك المركزي المصري. أهلا بكم في قناتكم المتخصصة في أسعار الدولار والعملات الأجنبية والعربية. سعر الدولار في مصر النهاردة بدأ التعاملات بحالة من الاستقرار الواضح، ومفيش أي تغيرات كبيرة حصلت في الأسعار. الدولار فضل ثابت تقريبا في كل البنوك. يلا بينا نشوف الأسعار. في البنك المركزي المصري سجل الدولار 52 جنيه و56 قرش للشراء، 52 جنيه و70 قرش للبيع. في البنك العالي المصري سجل الدولار 52 جنيه و57 قرش للشراء، 52 جنيه و67 قرش للبيع. أما في بنك مصر سجل الدولار 52 جنيه و58 قرش للشراء، 52 جنيه و68 قرش للبيع. في بنك الإسكندرية سجل الدولار 52 جنيه و58 قرش للشراء، 52 جنيه و68 قرش للبيع. في البنك التجاري الدولي CIB سجل الدولار 52 جنيه و52 قرش للشراء، 52 جنيه و62 قرش للبيع. وأخيرا بنك القاهرة سجل 52 جنيه و55 قرش للشراء، 52 جنيه و65 قرش للبيع. الاستقرار ده بيأكد إن السوق لسه في مرحلة ترقي، مستني أي عوامل جديدة سواء محليا أو عالميا علشان أو يحدد الاتجاه، سواء كان بالصعود أو الهبوط. لو عايز تتابع سعر الدولار لحظة بلحظة وتعرف أي حركة بتحصل أول بأول، اعمل لايك للقناة، نعم، واشتراك في الفيديو عشان يوصلك كل جديد. مع السلامة.